على رأي المثل اللي بيقول العرق ده الساس. بنقول المثل ده واحنا ما نعرفش المثل ده قصته ايه، وما نعرفش انه مرتبط بقصة ملك عظيم في زمن من الازمان. في يوم من الايام دخل رجل مدينة وفضل ينادي ويقول انا سايس، احل كل المشاكل، احل بين المتخاصمين، انا سياسي. سمع الملك عن الراجل ده وامر رجاله ان هم يجيبوه. فجه الراجل والملك قال له انت سايس بتربي الخيول، انا عندي فرسة عنيدة وعايزك تدربها لي. والراجل يقول له لا انا سياسي، يقول له انت لازم تدرب لي الفرسة. لحد ما الملك غضب غضب شديد وقال له يا اما هتدرب لي الفرسة يا هقتلك. فالراجل وافق لامر الملك وراح عشان يدرب الفرسة. الراجل قعد يدرب في الفرسة عدة أيام، كذا يوم قاعد يدرب في الفرسة وفجأة هرب. فالملك أمر رجاله إن هم يجي يدوروا عليه ويجيبوه له. فلما جه للملك، الملك بيقول له إيه اللي خلاك تهرب؟ قال له اديني الأمان وأنا أقول. قال له فلك الأمان. فراح قال له إن الفرسة بتاعتك أصيلة لكن ما رضعتش من أمها. فراح الملك غضب عليه وراح قال لهم حطوه في السجن، وامر ان هم يجيبوا له السايس القديم. رجال الملك جابوا السايس القديم للملك. فالملك سأله قال له انا عايز اعرف ايه اللي حصل مع الفرسة بتاعتي بالظبط. فالسايس قال له ان الفرسة بتاعتك لما اتولدت امها ماتت، وانا خفت اقول لك فحاولت ان انا ااكل الفرسة ملقتش قدامي غير لبن البقر. فالملك عرف السبب فقال لهم هاتولي الراجل اللي حبسناه. فلما جاله الراجل قال له انت عرفت ازاي سر الفرسة؟ لما جه الراجل السايس او السياسي من السجن، فالملك سأله قال له انت عرفت ازاي سر الفرسة؟ فقال له ان الفرس الاصيلة ما بتوطيش دماغها وتدور على العشب في الارض زي البقر. اعجب الملك قوي 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 بفراسة الراجل، وامر ان هو يعينه مستشار لزوجته الملكة، وكمان يزودوا له فرختين فوق وجبتين الغدا والعشاء. في الاول الراجل رفض، وبعدين لما الملك اصر ان هو يشتغل مستشار لزوجته الملكة فوافق. والراجل اشتغل فعلا مع زوجة الملك وقعد معاها كام يوم كده وهرب. فالملك امر رجاله وقال لهم لازم تجيبوهولي من تحت الارض. رجال الملك فضلوا يلفوا عليه لحد ما جابوه للملك. فالملك سأله انت شفت ايه على مراتي عشان تسيبها وتهرب كده؟ راح قال له لازم تديني الامان. قال له لك الامان. فقال له زوجتك ملكة لكن مش بنت ملوك. فالملك غضب قوي 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 وقال لازم تحبسوه. والملك بقى شاط غضب، عمل ايه بقى؟ اخد حصانه وطيران على البلد اللي فيها اهل زوجته. راح والسلام والكلام، واول ما انفرد بالملك ابو زوجته بعد ما الناس مشوا حط السيف على رقبته وقال له انا عايز اعرف حقيقة زوجتي. قال له خلاص هقولك، انا كان عندي بنت صغيرة وعدتها ليك للملك ابوك، ولكن البنت دي عيت فجأة وماتت. فكان في بنت اللي انت اتجوزتها دي من الغجر في نفس السن، اخدناها وربيناها ولما كبرت جوزناها لك. رجع الملك لبلده وامر رجاله انهم يجيبوا له الراجل السياسي من السجن. فجابه وسأله قال له انا عايز اعرف دلوقتي انت عرفت ازاي بقصة الملكة الزوجة؟ فراح قال له ان الغجر عندهم لازمة ان هم لما يجوا يتكلموا بيغمزوا، وزوجتك كل ما تيجي تتكلم بتغمز. ففرح بيه قوي الملك وزاد اعجابه بيه وقال له انا هعينك مستشار لامي، وزود له وجبتين الغدا والعشاء خروف. ونفس الحكاية راح اشتغل مع الملكة الام كام يوم وهرب. وامر الملك رجاله ان هم يجيبوا له الراجل ده. فلما جاله قال له لازم تديني الامان.
اداله الامان. فقال له ايه اللي انت عرفته عن امي؟ راح قال له انت مش ابن ابيك. الملك شاط وغضب وراح قال لهم احبسوه، وراح على امه وسألها، قال لها انا عايز اعرف الحقيقة، انا ابن مين؟ قالت له بعد طبعا ما محايلات وتهديدات، قالت له انت ابن الطباخ. ابوك او الملك كان كل سنة بيتجوز واحدة ويقتلها لو ما خلفتش، فلما جه عليا الدور لقيت نفسي هتقتل لو ما خلفتش، فانجبتك من طباخ الملك. فالملك استشاط غضبا بقى وعرف ان هو فعلا اصله مش ابن ملك، فراح قال لرجاله هاتولي الراجل ده من السجن. انت عرفت ازاي قصة ابويا؟ قال له ان الملوك لما بيكافئوا ما بيكافئوش بالاكل، وانت كل ما كنت بتحب تكافئني كنت بتزود لي الاكل، واللي بيكافئوا بالاكل الطباخين. ومن هنا طلعت المقولة بتاعت العرق دساس.